اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة جميلة جدا ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. الطريقة سهلة جدا، مش متعبة خالص خالص خالص. تعالوا اقولك بقى على اول حاجة. كان معايا كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، كيلو دقيق فانيليا، وكان معايا 10 بيضات. وطبعا الفانيليا علشان البيض، لو عندك فانيليا سايلة هتحطي معلقة من المعالق اللي هي الكبيرة، بس تكون معلقة يعني مش مليانة قوي. لو ما عندكيش طبعا اكياس فانيليا من السايلة، هتحطي من اللي هي الاكياس دي. هتحطي، انا معايا 10 بيضات، هنحط عليهم 12 كيس من الفانيليا، بس علشان ما يبقاش فيه ريحة زفارة ولا اي حاجة. وبعدين هحط زي معلقة ونص، معلقة كبيرة ونص من محسن الجل. وبعدين هنضربهم بقى الخليط ده كويس جدا لحد ما تاخدي القوام اللي هو بيبقى زي الكريمة كده، بيبقى يعني ابيض وبيكتر معاكي. يعني الكمية دي هتتضاعف دلوقتي، هوريها لك. بصي الكمية بقت قد ايه. طبعا بعد ما تضربي في الاسبونج بتاعك مش اقل من 10 دقايق، مش اقل من كده خالص، علشان تاخدي اسبونج يكون جميل ومظبوط معاكي بالظبط. طبعا هتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبل ما تبدأي في اللي انت تخلطي يعني المكونات دي كلها كده ببعضها. وكان معايا صينيه مقاس 30 في 40، طبعا مبطناها بالزبده. وبعدين حطيت ورق زبده وحطيت الورق، بصي اللي هو في الجناب ده كان عالي شويه، علشان انا عامله كيلو من دقيق الاسبونج فهيرتفع معايا في الفرن كمان. فلازم اكون عامله حسابي علشان لو ارتفع يعني يعني الكميه زادت اكتر من كده، تبقى انا عامله حسابي من الجناب الكيكه بتاعتي ما تسيلش من الجناب بتاعه الصينيه، لان ارتفاع الصينيه مش عالي قوي برضو. وفعلا هي هترتفع معايا، هتعدي الصينيه دي الاحراف بتاعه الصينيه بحاجات بسيطه، مش بكتير قوي بس هتكون بحاجات بسيطه. بصي بقى، وبعدين هسويها كويس. بعد ما اسويها هنديها بقى، بصي اصلا الارتفاع بينها قبل ما تدخل الفرن كان حاجات بسيطة خالص، وهتبقى يعني على نفس ارتفاع الصينية. طبعا هنديها الاول كده خبطتين تلاتة علشان تطلعي الهواء اللي في قلب الكيكة. وبعدين هتدخليها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد ساعة الا ربع بالظبط. طبعا ممكن بتختلف من فرن للتاني على حسب درجة الحرارة بتاعة الفرن. وبعدين بقى هتطلعيها، اول ما بطلعها من الفرن بغطيها كده بورق زبدة، وبعدين بروح قلبها على طول وهي سخنة. بشيل ورق الزبدة اللي انا كنت حطاه في القاعدة بتاعة الصينية، وبعدين هشيل الورق اللي انا كنت حطاه في الجناب اللي هو كان مرتفع ده في قلب الصينية، هشيلها خالص. وبعدين هغطي الصينية بتاعتي وهسيبها بقى هغطي الكيكة بتاعتي وهسيبها لحد ما تبرد تماما. لازم تغطيها، ما تسيبهاش كده. لو سبتيها كده الاحراف هتنشف ومش هتكون يعني كويسة خالص. احنا كده كده هنشيل الاحراف بتاعت التورتة يعني، بس برضه علشان ما تبقاش ناشفة. بصوا بقى، ده كان تاني يوم. طبعا انا سبتها ده ساعة ما انا خبزت الكيكة كان من بالليل. في الوقت ده كان تاني يوم بقى بعد ما كانت بردت خالص تماما. فبدأت اللي انا اشيل بقى الايه الوش بتاع الكيكة بتاعنا. هم بصي هو بيتشال اصلا بكل سهولة، مش بياخد حتى كمية من الكيكة، لا هو ممكن بايديكي كده تشيليه، مش هتاخدي كمية من الكيكة. احنا هناخد بس الطبقة اللي هي بتبقى رفيعة كده على وش الكيكة بتاعتنا، بيبقى الطبقة بتاعتها ناعمة وفيها سن تلزيق بسيط. بس هقطع الكيكة بتاعتنا على 3 طبقات. طبعا كنت عاملة المنشار بتاعنا على درجة 9، مش عارفة 9 ولا 8، مش فاكرة الحقيقة، بس هو لا إما 9 لا إما 8 يعني. أنا قطعتها على 3 طبقات، كانوا 3 طبقات يعني الحمد لله كانت سميكة شوية، ما كانتش رقيقة خالص. طبعا هننضف بقى الرخامة بتاعتنا مطرح ما احنا قطعنا الكيكة، وبعدين هنبدأ نعمل فيه الكريم شانتيه بتاعنا. حطيت كوباية من السكر، وبعدين هحط 4 معالق كبار من اللبن البودر، وهحط 4 كوبايات من المية، 3، ودي الرابعة.
وبعدين هدوب بقى السكر مع المية واللبن البودر، هدوبه كويس. وبعد ما ندوبه هننزل بيه كوبايتين من كريم شانتيه الخام، طبعا يكون نوعه اللي هو المتحد، عشان في ناس بتسأل افضل نوع ايه بجد في الكريمة اللي هو المتحدة، بتاخدي منه قوام ونتيجة بجد بتبقى يعني مرضية جدا. بس هنخلط بقى المكونات دي كلها ببعضها كده لحد ما تاخدي بصي القوام بتاعه اللي هو بيبقى ولا تقيل قوي ولا بيبقى يعني مسيل قوي، لا هو بيبقى وسط ان انت تعرفي تفرديه بكل سهولة وبيبقى جميل جدا. بص بقى جبت القاعدة بتاعة التورتة، هنحط حاجات بسيطة كده من الكريمة علشان تمسك لي بس الكيكة بتاعة التورتة. وبعدين حطيت أول طبقة وهسقيها طبعا بالخليط اللي هو الشربات الخفيف. وبعدين هحط الكريمة. بصي الكريمة كانت مش خفيفة لا، بس اللي هي يعني مظبوطة، ولا هي تقيلة ولا هي سايلة قوي يعني. هنوزع الكريمة كويس جدا على الكيكة. لو انتي مش هتعرفي اللي انتي توزعي الكريمة كويس ممكن تحطي الكريمة في كيس حلواني وبعد كده تبدأي اللي انتي توزعيها على الكيك بتاعك. طبعا بعد ما سويت الكريمة كويس جبت بقى مربى الحليب، طبعا كنت مخففاها شوية بمية، مية تكون سخنة مش مية عادية، مية سخنة لحد يعني شوية شوية كده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه، لان مربى الحليب بتكون تقيلة تقيلة خالص يعني مش خفيفة مش خفيفة نهائي. بس هنفرد بقى بعد ما حطيت مربى الحليب حطيت الطبقة التانية من الكيك، وبعدين طبعا حطيت الخليط بتاعي اللي هو الشربات الخفيف، وبعدين حطيت الكريمة وبرضه هحط مربى الحليب تاني. وبعدين هنحط الطبقة بقى اللي هي خلاص دي هتبقى الوش بتاع التورتة بتاعتنا. طبعا الحراف بتاعت التورتة دي انا هشيلها دلوقتي. بس للأسف المقطع ده يعني كانت الكاميرا فصلت الحقيقة، يعني بجد والله الكاميرا كانت فصلت، فاحنا شلت الجناب بتاعت التورتة. لو انتي مش عايزة اللي انتي تشيليها فعادي اوكي خالص مفيش اي مشكلة، عايزة تسيبيها زي ما هي فعادي برضو. طبعا بعد ما جلست التورتة بتاعتي كويس جدا وهنسويها على قدر الامكان اللي هي تكون متساوية، ما تكونش فيه حتة يعني فيها كريمة كتير وحتة ما فيهاش. بس هنساوي الكريمة كويس كده من الجناب. وبعدين بقى هجيب بصي السكريبر، بص انا هعيدها تاني الحتة دي انا هعدتها تاني. حطيت كريمة في الحتة اللي هي كانت ظاهر منها الكيك. وبعدين بقى بص كده كانت عملتها بالسكريبر اللي هو مشرشط الخطوط بتاعته ما هيش واسعة او اللي هي ضيقة جنب بعضها كده زي ما انتوا شايفين، بجد كان شكلها تحفة جدا. بس وبعدين هنحط بقى بعد ما عملنا التورته كده من الجناب هنحط بقى صوص المانجا على الاحراف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن تستبدلي صوص المانجا ده، ممكن تحطي صوص فراولة، ممكن تحطي صوص شوكولاتة او اي صوص انت عايزاه. ممكن تحطي مربى الحليب تكوني خفاها يعني خفيها شوية كده بمية، وبعدين حطيها على الجناب زي ما انت شايفة كده داير ما يدور التورتة. بس بجد دي بصي صوص المانجا بجد كان شكله جميل جدا مع الكريمة بجد كان تحفة. وبعدين بقى هنعمل روزتات صغيرة كده داير ما يدور التورتة زي ما انتوا شايفين كده. بصي وردات ما تكونش كبيرة قوي ولا تكون يعني صغيرة قوي، يعني اللي هي الوسط مش كبيرة ولا صغيرة قوي يعني. بس هنعمل بقى التورته كده. وبعدين انا كنت مقسماها لو انتوا واخدين بالكم في خطوط كده في قلب التورته من جوه، فانا كنت مقسماهم كده علشان يعني امشي على الخط يكون يعني مستقيم ما يكونش مايل شويه الناحيه دي او الناحيه دي. بس هقسمها الجزء ده كده على نصين، وبعدين هنا برضو هقسمها على نصين
هو هيبقى فيها كام مربع؟ هيبقى فيها مش مربع، يعني هيبقى مستطيل، مش هيكون مربع خالص، يعني ده مش شكل مربع. بصي بقى انا عملتها 2 4 6 8 مستطيل، 8 مستطيلات. هو انا بقول ايه؟ 8. والمستطيل اللي هو في النص ده اللي انا هكتب فيه بالشوكولاتة. بص حطيت اول حاجة صوص اللي هو اللوتس، وبعدين حطيت البسكوت اللوتس برضو، وحطيت اللي هو الشكل اللي عامل زي المعلقة ده، وكنت حاطة عليه اللون الذهبي. حطيت يعني واحدة زي ما انتوا شايفين، هو الشكل بيتكلم عن نفسه يا جماعة، مش لازم اللي انا اقول يعني. المهم في النص كده في المستطيل اللي هو الكبير ده حطيت نوتيلا بيضة. طبعا النوتيلا مش بنخفها بمية خالص نهائي. النوتيلا سواء نوتيلا بيضة او نوتيلا اللي هي الكاكاو بتخفيها بزيت، زيت يكون نوع نضيف ما يكونش فيه ريحة يعني. وتخفيها يعني شوية شوية كده، تحطي معلقة معلقة لحد ما تاخدي القوام بتاع النوتيلا اللي انت عاوزاه، خفيف تقيل وسط اللي انت عايزاه. بس النوتيلا مش بتخفيها بمية نهائي، ولا مية ساقعة ولا مية سخنة ولا أي حاجة، هو بزيت فقط لا غير. وبعدين طبعا بعد ما وزعت النوتيلا كويس على التورته زي ما انتوا شايفين كده في النص، وبعدين كتبت بقى ايه؟ هابي بيرث داي بابي. بس هتبان دلوقتي، معلش الكاميرا كانت بعيدة شوية، بس انا هوريها لكم دلوقتي يعني في الاخر. وبعدين حطيت قلب كده ناحية دي، هحط 4 قلوب في النص كده عند الحروف برضو دي، هحط 4 قلوب. وبعدين بقى في المستطيل ده هنحط كريز. الحقيقة انا كنت عاوزة احط فراولة، بس ما تلاقيتش في اليوم ده، ما تلاقيتش فراولة خالص نهائي يعني، فحطيت كريز. بعد ما نحط بقى كريز كده هنحط فيه المستطيل التاني، هنحط اللهم صل على سيدنا محمد، هنحط كيوي. بصي اصلا شكلها كان تحفة جدا. هنحط بقى الكيوي هنا. ممكن تقطعي الكيوي على نصين، يعني ما تخليهوش الواحدة تبقى سليمة كده، قطعيها على نصين. بس هنحط بقى الكيوي. طبعا انا حطيت على الفاكهة دي وعلى المانجا برضو حطيت ملمع جل. الملمع الجل ده بيحافظ على الفاكهة اللي انت حطاها على التورتة، تفضل بنفس اللون بتاعها ده، ما يتغيرش نهائي. لو هتقعديها مثلا يوم او حتى يومين، بتفضل الفاكهة بنفس اللون بتاعها. من عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني هتجيبي ملمع جل. لو انت هتحط عليها برضو على التورته بتاعتك مثلا تفاح، عشان التفاح طبيعي يعني لونه بيتغير على طول، فانت اول ما تحطي التفاح هتحطي ملمع الجل ده، هتلمعي التفاح بتاعك بيه ملمع الجل، هيفضل التفاح بنفس اللون بتاعه، مش هيتغير نهائي خالص خالص يعني. حطيت برضو في المستطيل اللي جنب الكيوي، حطيت مكعبات من المانجا، وبعدين حطيت نوتيلا اللي هي الكاكاو. وهنحط بقى اللهم صل على سيدنا محمد، هنحط اللوز. ممكن تحطي بندق، ممكن تحطي عين جمل، ممكن تحطي اي مكسرات انت عايزاه. بصي عموما التزويق بتاع التورته ده حريه شخصيه، يعني حطي اللي انت عايزاه واللي متوفر عندك. انا في حاجات كتير كانت متوفره عندي في البيت، يعني ما اشتريتهاش من بره، فانا حطيت اللي موجود عندي في البيت. مش شرط ان انت تكلفي نفسك لو انت هتعملي تورته. بصي اي حاجه تعمليها من ايديكي اكيد هتبقى جميله، بجد والله. اي حاجة يعني اي واحدة بتعمل اي حاجة في البيت بتبقى تحفة جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب العالمين. ان شاء الله بإذن الله جربوها، بس بنفس الخطوات دي. انا بتكلم على الكيك والكريمة، انما التزويق ده حرية شخصية. اعملي الشكل اللي يعجبك وبالحاجات، بالامكانيات اللي متوفرة عندك في البيت. مش شرط تجيبي كل الحاجات اللي انا جايباها دي. يعني انا المانجا كانت متوفره عندي في الفريزر، الكريز، الشوكولاته اللي انا عملت بيها الحروف الانجليزي دي اللي هو هابي بيرث داي، واللي هم الشكل المعلقتين دول برضو متوفرين. اللوز كان عندي في البيت،
الحقيقة اللي أنا اشتريتها بس اللي هو الكيوي فقط لا غير، إنما كل حاجة من دي كانت متوفرة عندي، فأنا عملتها باللي متوفر عندي في البيت. ممكن انتي تعمليها بأي فاكهة متوفرة عندك، بأي شوكولاتات، مش لازم تروحي تكلفي نفسك وتجيبي. لو انت هتعمليها في البيت الدنيا بقت غالية الحقيقة، فبصي اعمليها بأي حاجة، إن شاء الله بإذن الله هتطلع جميلة جدا معاكي. إن شاء الله بإذن الله ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعا يا رب العالمين. إيه رأيكم بقى في التورتة بعد ما خلصناها؟ بجد كان شكلها تحفة جدا، عجبت كل اللي شافوها قالوا لي بجد تسلم ايديكي تحفة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الخطوات دي، اللي هو الكيك والكريمة. انما التزويق دي حرية شخصية، بأي حاجة متوفرة عندك في البيت، ما تكلفيش نفسك زيادة عن اللزوم قوي. اي حاجة متوفرة عندك في البيت هتعملي التورته، حتى لو كانت بالكريمة بس كده برضو تسلم ايديكي على اي حاجة انت بتعمليها. اتمنى اللي يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.